السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجد لقاء انا معاكم من قناة يوميات حمادة ورحاب. حلقة النهاردة يا شباب بتتكلم عن طيور الزينة وتربية يا جماعة طيور الزينة او عصافير الحب او عصافير البادجي وعصافير الكوكتيل. وطبعا يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة جولة كده في المشروع بتاعنا او المزرعة بتاعتنا الصغيرة وتزاوج عصافير الكوكتيل يا جماعة، ونظام التزاوج بيكون ازاي. وطبعا هنوريكم البيض والعصافير اللي بيضة عندنا، وهنقول لكم الحاجات هي المحفزات اللي بترفع الخصوبة وترفع التزاوج عند عصافير الزينة او عصافير البادجي، علشان انت ربنا يكرمك كده ويبقى عندك مشروع صغير او مزرعة عصافير كده صغيرة على قدك يا جماعة، تقدر ان انت تكسب منها وتبيع منها عصافير زينة وتربي منها ويبقى عندك منظر جميل وتستمتع بطيور الزينة او عصافير البادجي او عصافير الحب زي ما بيسموها، وناس بتسميها طيور الجنة. فطبعا هي من اجمل التربيات او من اجمل يعني المشاريع اللي الواحد ممكن يتعامل معاها او ممكن يربيها في المنزل، سواء كان في البلكونة او في اوضة او الكلام ده. شفتوا يا جماعة ده ذكر الكوكتيل اللي هو الحبشي دخل جوه البياضة. وطبعا الذكر ده يا جماعه اول ما بيدخل البياضه يا شباب بيدخل يعني يستكشف جو البياضه وجو المكان، بيشوف هل البياضه امان ولا لا. تمام. وده يا جماعه العلب بتاع مواد اللب والبلكم والادويه والكلام ده يا شباب والدنيبه. وادي انواع العصافير الاستراليات. تمام. وادي يا جماعه جوز كوكتيل برضه اهوت لاتيني ابيض. تمام ما شاء الله ربنا يبارك، حاجه جميله جدا يا شباب. الذكر بيدخل يستكشف البياضه، يبدا يخبط كده نقر في قلب البياضه كده يا جماعه. فطبعا بيبدا يعني يطمن ان البياضه جامده وقويه ومفيش فيها اي مشاكل، ما بتتهزش، ما فيش فيها اي ضرر للانثى. فلما اول ما الذكر يبدا يحس ان البياضه تمام، ما بتتهزش، ما بتتنقلش من مكانها، ما بتترعش، مش فيها اي مشاكل او اي ضرر، فيبدا ان هو يصفر على الانثى، يبدا يصفر على الانثى، ينادي عليها بمعنى اصح انها تدخل له. فتبدا الانثى تاخد على دخول البياضه وتطلع من البياضه، الذكر يدخل يستكشف البياضه ويطلع. وبعد كده يا جماعه يبدا يحصل عمليه التزاوج. شوفوا يا جماعه الذكر يا جماعه بيستكشف البياضه ويدخل ويطلع والكلام ده، فيحصل عمليه ايه؟ التزاوج. طبعا بتلاقي انت بتفرش في قلب البياضه من جوه نشاره، فيبدا الذكر يبدا يستف النشاره ويسوي النشاره اللي جوه يا جماعه، ويبدا يشيل الزينات بتاعت النشاره يرميها بره. فانت ما تبقاش تقلق لما تلاقي الذكر بيشيل النشاره دي يرميها فين؟ يرميها بره البياضه في القفص من ارضيه القفص. مش تقلق خالص، ده طبيعي، امر طبيعي جدا. الذكر بيبدا يرمي النشاره بره قفص، بره البياضه بتاعت البيض. يبدا الذكر يندى على الانثى، الصفارات لا تدخل له، تطمن برضه المكان، يدخلوا في المكان ويباتوا كتير في المكان. فانت لما تلاقي ان النتايه والذكر بداوا يناموا كتير جوه البياضه، اعرف ان كده خلاص ان شاء الله هيتم التزاوج وهيتم ان شاء الله البيض في البياضه ان شاء الله. الذكر دخل النتايه يا جماعه هناك اهي، زي ما شايفين كده يا شباب، نتايه صفرا بريل، صفرا بريل يا جماعه، حاجه كويسه جدا. بتبدا برضه تدخل البياضه مع الذكر، وطبعا بيبدا يحصل التزاوج زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. فتبدا تعرف بقى ان النتايه قربت تبيض امتى، لما تلاقي ديل النتايه بدا ينحني لتحت، وتلاقي فيه يعني حته كده مكلكعه او يعني تضخم في اعلى الديل وفي بطن النتايه من تحت يا جماعه، بتلاقي بدا تتقل، حسب بقى كأن حاجه تخنه كده يا شباب. وتلاقي اعزكم الله الاخراجات بتاعه العصفور بدات تبقى تخينه وكبيره، بدات تبقى تخينه وكبيره. ده يا جماعه جوز كوكتيل لاتيني ما شاء الله ربنا يبارك، الان حمراء. ده يا جماعه شباب ما شاء الله ربنا يبارك. بتلاقي الخراجات بتاعه العصفور بدات انها تبقى كبيره تمام وكتير، فتعرف ان شاء الله برضو النتايه ديت خلاص قربت للبيض او خلاص هتبيض خلال فتره قريبه. نقول لكم بقى على المحفزات والحاجات اللي بترفع الخصوبه عند
الطيور. طبعا يا جماعه في الفيتامين الهي سيلينيوم، فيتامين هي سيلينيوم، وفيتامين الف د 3 اهي، الف د 3 اهي، وفيتامين الهي سيلينيوم والكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم ده بيظبط البيض بتاع العصفور، وبيظبط الشعر بتاع العصفور، الريش بتاع العصفور. يعني الكالسيوم بيظبط البيض تمام، وبيظبط الريش بتاع العصفور. وطبعا يا جماعه اهم شيء برضو بالنسبه للمحفزات المكان الهادي والعلف الجيد، العلف الجيد. ما تقدرش تنقل يا جماعه. دي بيضه العصفور، بوريك البيض بتاع العصفور يا جماعه اهيت، فاضل لك كميه كبيره بيضه. ما تقدرش تنقل القفص من مكان لمكان. ما انت مثلا مربي في البلكونه الجو بره، تقوم انت مدخل القفص جوه المطبخ، قعدوا يوم الجو حر نرجع تاني نطلعه بره المطبخ، لا. ما شاء الله يا جماعه عصفوره بيضه 6 بيضات يا شباب بفضل الله. ماشي، بيض 6 بيضات. لقيت يا جماعه ما تفتح كده القفص وتلاقي فيه بيضه كده منطوره بعيد، تقوم انت جامعها او ضممها جنب اخواتها، عشان الام لما تدخل، تدخل ترقد على البيض، يبقى البيض كله تحت بطنها او تحت صدرها. تبدا انك تلاقي فيه ان شاء الله البيض مخصب، ومفيش حاجه، مفيش بيض يكبس منك او عصفور يموت جوه ايه، جوه البيضه، او البيضه ما تتقش يعني. عندك برضو الجرجير محفز قوي جدا يا جماعه للخصوبه عند الذكور وعند العصافير. عودين الجرجير يا جماعه ان شاء الله ربنا يبارك برضو ديت. عصفوره برضو بيضه يا جماعه، بيضه 4 لسه ان شاء الله بتكمل ان شاء الله ربنا يبارك. تمام يا شباب. فتيجي تبص تلاقي ايه الجرجير عندك الفيتامين هي سيلينيوم، فيتامين الف د 3 اهي. الحاجات دي كلها محفزات، الكالسيوم محفزات للبيض، محفزات يا جماعه للبيض. عندك بقى بالنسبه للوجبات الكوكتيل بياكل بلكم وفلارس ولب، بلكم وفلارس ولب تمام. بالنسبه للاسترالي بياكل البلكم وبياكل الدنيبه، ولو عاوز تضيف كميه فلارس ضيف، بس انا عن نفسي انا ما بفضلش الفلارس للاستراليات. انا عن نفسي انا يا جماعه مش بفضل الفلارس للاستراليات، لان الفلارس فيه نسبه يعني سمانه عاليه، ممكن يعمل عندهم تدهن او يعمل لهم دهون تمام، وممكن الفرد العصفور ما يبيضش. فالبلكم الدنيب. ولازم يا جماعه يفضل على المحار اللي هو عظم الحبار زي ما قلنا هناك يا جماعه. يا جماعه عظم الحبار ده مهم جدا بالنسبه للطير، لان ده كالسيوم اهو يا جماعه. شايفين اهو بشاور لكم عليه بصبعي تمام، موجود في كل الفصل يا شباب. عظم الحبار ده مهم جدا، كالسيوم. طبعا يا جماعه دي الادويه يا شباب اهيت، فيتامين الف د 3 اهي، ومضاد حيوي وهي سيلينيوم وكالسيوم محافظات للخصوبه والكلام ده. الحاجات دي يا جماعه بجيب المستورد، بلاش تشتغل بالشعبي.